السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ربنا يجعلها جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب دايما بالخير. طولت عليكم المرة دي، قعدت اسبوع بس هو بصراحة يعني في اسباب صحية والحمد لله. يا رب كل يوم اقدر انزل لكم فيديو، وكمان نكون على اتصال وعلى تواصل مع بعضنا بكل خير يا رب. اهلا وسهلا باخواتي الجداد اللي دخلوا معايا في القناه، اهلا وسهلا بكم، منورين ومشرفيني. ربنا يا رب يدوم التواصل ما بيننا بكل خير. وقتنا في بير السلم بتاعنا تحت يا حبايبي، وكمان عجن العيش ده الساعه 3 بالليل. يعني احنا الوقت حوالي 9 وشويه حاجه زي كده، بس انا عجن على خميره قليله، وكمان مدفيه كوبايه لبن ومكمله بميه وربع كوبايه زيت. ده حاجه العجين بس يا حبايبي. تمام. يعني كان معايا قيمة كيلو وربع كده من الدقيق بصراحة، يعني هو في المقدار ده، انا حاطه بالبركة بس هو في المقدار ده. حطيت كوباية من اللبن او من الحليب، وكمان ربع كوباية زيت وسكر وملح وخميرة، ومكملة بمية لحد ما العجينة لمت في ايدي ونعمت. تمام. عملتهم بقى، قلت اعملهم للفطار النهارده بما ان النهارده الجمعه، وكمان بنبقى متجمعين كلنا يعني كاهل بيتنا. صوت العيال كمان في الشارع مش عارفه يبقى واضح ولا لا، يا رب يكون مش واضح. تمام. عملت ايه في العجينه ديت؟ شكلتها زي ما انتم شايفينها ابابير او كماج. هو مش كماج لان ده عيش بلدي يا حبايبي، بس انا اديتها ايه، يعني حبيت ان انا اديلهم الدقيق عامه يعني ابيض وزي الفل. تمام. يعني فرقه من القمحه بتاعته بصراحه، يعني كانت فل الفل، هي كانت بيضه. عملت طلعت منها ايه، طلعت منها بيتزا من نفس العجينه، من نفس العجينه يا حبايبي. عملت بيتزا لان ولادي وانا بعجن قالوا يا ماما بعد ما حطيت بقى الحاجه على الدقيق، طبعا ما تعرفش تفصل اي حاجه من بعضها، عاوزين ناكل بيتزا. طب احنا دي مش عجينه بيتزا، طبعا كلنا عارفين عجينه البيتزا. قمت قايله لما ازود شويه زيت، اللي هي الربع كوبايه الزيت، وكمان اشكل منها اعمل بيتزا كده على قد حالي. عملت هنا عجينه البيتزا، مش عجينه البيتزا، عجينه من الكماجه اهي. يعني قلت مهما كانت هتبقى احسن وافيد واوفر من الافران اللي بيبقوا يعني ولادي يشتروها من بره بطبق ب10 جنيه. وكمان تحس عجينته ناشفه كده، ما فيهاش حتى ريحه الدهون، بتبقى عجينه عاديه اصلا. الطبق ده بيتعمل طبق جاهز كده وعلى وشه كيس كاتشب، وبدوه للعيال اللي هي رايحه المدارس ديت، او العيال بتجيبه سواء مولت سواء بقى بيتزا حاجه زي كده. هي بتبقى صغيره عن كده بكتير، بيبقى في حوالي بتاع 5 6 وحدات، بس صغيرين، الحجم صغير خالص عن ده بكتير. تمام. عملت الكاتشب بتاعها من ايه هقول لكم والله العظيم بكل صراحه. انا كنت عامله صلصه مكرونه، يعني محمره التومه مصفراها وفرمه طماطم ناعم ونازله عليها بها والملح والتوابل اللي بنحطها عادي للصلصه. اشتلت برضو معلقتين، دهنت وش العجينه بها، وكمان نزلت بالطماطم والفلفل الاخضر، دول موجودين عندي. يعني اللي كلفت بيه كان الجبنه والزيتون. تمام. بالنسبه يعني للحاجه اللي ما كانتش موجوده معايا، فقلت بقى ايه امشيها برضو احسن ما هم برضو يعني ايه يطلعوا ويجيبوا حاجه من بره. مهما كانت حاجه البيت احسن وانضف واوفر بكتير. عملت بقى البيتزا زي ما انتم شايفينها كده، دهنتها بالصلصه المستويه او الكاتشب المستوي طبعا. تمام. وكمان نزلت بالطماطم مكعبات وفلفل اخضر زي ما انتم شايفينه كده وزيتون. تمام. معايا هنا بقى كيس جبنه، يعني كان هو كان مفتوح، ده كان موجود معايا، يعني جايباه امبارح، يعني عامله به حاجه يعني العيال كده، كنت عامله به بيض ونازله عليه ان شاء الله هعمل طريقته معاكم وهوريه لكم. طريقته كانت حلوه قوي وعجبت العيال، وكانت بسم الله ما شاء الله كانت حلوه قوي. تمام. بالبسيط البسيط بنحاول ان احنا نمشي بيتنا. وكمان يعني الفيديو عامه يعني ما بداتوش معاكم، بس حبيت مش عارفه، وحشتوني كتير والله، يعني حبيت ان انا اطلع اتكلم معاكم، حبيت ان انا اطلع اسلم عليكم، لان بقالي شويه كتار، بقالي اسبوع يعني من مثل النهارده اللي هو يوم الجمعه ما طلعتش فيديوهات خالص او ما نزلتش فيديوهات. وكمان لسه رد على التعليقات امبارح، جزاكم الله كل خير، وحشتوني كتير كتير. وكمان والله يعني وجود اخواتي الجداد والقدام كلكم على راسي من فوق،
ويا رب يديم التواصل ما بيننا بكل خير، اللهم امين. تعالوا بقى شوفوا فرح بنتي عامله اللي ما يعمل هنا. جايبه مشط اهو ونبله كمان اهي، ومعاها عجين وبتخبز. اشمعنى هي بالميه السخنه؟ يعني هي كمان حاضره معايا وانا كنت بعجن، كانت الميه دافيه او سخنه. مش سخنه يعني او تبوظي بها الخميره يا حبيبتي، لا بتبقى دافيه ان انت ايدك تتحملها. تمام. لان كانت خميرتي قليله في الاصل خالص، كانت قليله، وقلت اعجن واسيبها بقى تخمر كده براحتها على ما النهار يطلع لها كده براحتها بكل خير. الساعه كمان اتغيرت، يعني الليل طول، الواحد عاد بينام ويقوم بدري. بتلاقي بقى الجسم مرتاح فيه راحه، يعني هو ساعه بس، هي الساعه والله والنص ساعه كمان بتفرق، يعني لحد تعبان عاوز ينام، حد جسمه هلكان طول النهار من شغل وهدى بقى وحاجات من ديت، يعني هي الساعه والنص ساعه كمان بتفرق. تعالوا بقى اما نروح نولع الفرن بتاعنا، وهخبز العيش ده الاول او الابابير ده الاول، وكمان هنخبز البيتزا دي بقى يفطروا بها. يعني هديها تسويه كده في الفرن الاول نص سوا، واخرجها احط على وشها الجبنه، وارجع تاني ادخلها الفرن الجبنه بقى تسح على الوش كده بتبقى حلوه. خليكم معايا خطوه بخطوه، ومش عارفه يا رب حتى تقدروا تستفيدوا من كلامي، لان انا ما عملتش معاكم حاجه، انا اتكلمت بس. تمام، خليكم معايا. كده العيش بتاعي خلصته اهو، مش عارفه سامعيني من صوت الفرن ولا لا اهو. عيش بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. والتاني اهو برضو، هنحط البيتزا برضو ونشوف هيبقى اخبارها البيتزا المقطوع قلبها دي. دخلت البيتزا الاخرى هي اهو، بخبزها على نار عاديه خالص زيها زي العيش، مفيش اي مشاكل. بعلي النار برضو من تحت، النار باينه اهي، بعليها عشان خاطر الصينيه برضو الارضيه بتاعتها تحمر، وكمان النار يعني من الجناب برضو عاليه زيها زي خبيز العيش بالظبط او الكماج. يعني هتاخد نص سوا كده واطلعها واحط على وشها الجبنه بقى، وبعد كده ارجعها الفرن. حطيت هنا الجبنه اهي بعد ما اديتهم وش، بس هي جت رقيقه شويه مش مشكله اهي. عدلناها بتاعت الفراغ، ما كنتش مرتبه لها اصلا. عجينه البيتزا بتختلف خالص يا حبايبي، بيبقى فيها بيض وفيها زبادي، وكمان بيبقى فيها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بيبقى فيها اللبن. انا بحط في العجينه بتاعت البيتزا دي لبن. تمام اهي، يعني بتبقى تيجي بقى تشد العجينه تلاقيها دايبه معاكي، مش عامله زي العيش كده. هي مهما كانت احسن من بتاعه الفرن، لان انا اكلت بتاعه الفرن مع اولادي ما كانتش حلوه وغاليه في نفس الوقت. تمام الشكل ده كده، وهدخلها الفرن. الجبنه بس هتسيح على الوش وخلاص. دي شكلها يا حبايبي بعد ما خلصت من الفرن اهي، بس هي كانت عايزه تبقى يعني سميكه شويه مش رقيقه. تمام اهي. ده العيش برضو بتاعنا اهو، كان ده دقيق وبلدي، والبيتزا دي برضو من نفس العجينه، من نفس الدقيق البلدي اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده اللهم بارك. العيش طري خالص اهو اهو، بينفع مع مربى، بينفع مع عسل، بينفع مع باميه، مع ملوخيه، مع كبده، مع كفته، كل حاجه. بصوا احنا بنمشيه بكل حاجه. بسم الله ما شاء الله زي الفل. البيتزا برضو زي الفل، طريه رغم ان هي رقيقه، بس طريه، هي مش ناشفه برضو اهي اهي. شايفينها عامله ازاي؟ بس هي رقيقه شويه. تمام اهي. دي من العجين الدقيق البلدي. تمام، سهله وبسيطه، مش مكلفه، انضف من بتاعه الافران واحسن منها. هتحط فيها لبن، هتحط فيها سمنه من عندك، هتحط فيها زيت نضيف، هتعملي فيها بيضه 2 على حسب العجينه معاكي لبن رايب ضيفيه في قلبها. بسم الله ما شاء الله. جربي المكونات دي في عجينه البيتزا هتلاقيها، وان شاء الله هعملها معاكم بالمكونات اللي انا بقول عليها ديت، وبسم الله ما شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. يا رب الفيديو يعجبكم، تقدروا تستفيدوا مني باي حاجه على الاقل، ويكون فيديوهاتي بسيطة وخفيفة معاكم. وحشتوني كتير كتير كتير. نترككم بقى في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.